طلال نبلش بصراحة، ليش هديت دوري ممتاز، فريق منافس كبير جماهيري، ورحت لفريق أيضا كبير لكن درجة ثانية، ليش؟ والله ابو محمد بكل صراحه، يعني انت شايف الوضع عندنا بالكويت، يعني ماكو اهتمام وكل ساعه توقف النشاط، فلو اروح العب درجه ثالثه مو درجه. ومحمد يعني انت عارف من 10 سنين يغاف ومو يغاف، يغاف ومو يغاف، حتى الاحتراف لو درجه ثالثه بالنسبه لي انا افيدني، حتى اعلام من رياء من اهتمام، يعني يكون بسي لي انا، وان شاء الله يعني باذن الله ان الله يقدرني وان اكون عند حسن الظن. قاعد يقولون انه ليش رايح درجه ثانيه والمبلغ، مو غلطه المبلغ، غلطه الاهتمام، ان شاء الله يقوينا انا وربي حق قدام ان شاء الله، واحد لكن طموح لقدام. طلال لكن المبلغ قليل. مبارك اول شيء المبلغ حدود 200,000 دولار، 200,000 دولار، والاداره اخذت 20,000 من 20,000 دولار، والحمد لله يعني دورينا هني بظل توقف النشاط الرياضي لو تاخذ 10,000 15,000 نقول الحمد لله. انا بالنسبه لي الحمد لله راضي. حلو. طلال شنو تعرف عن قطر والقطري؟ والله محمد ما اعرف عنه واجد، بس اللي اعرف انه نادي صريخ، وان شاء الله وهو اول مره يطيح درجه ثانيه، وان شاء الله انا وربي الله يقدرنا نصعده باذن الله. طلال حيرتنا صراحه، الفتره اللي طافت قالوا طلال نايف موقع بعقد فتره معينه مع العربي، الحين تطلع بموافقه العربي، وضح يا طلال. هو محمد مو عقد، هو مثل ما تقول عقد بيني وبين مجلس الاداره، بيني ما في عقد احتراف بيني وبين اي لاعب كويتي محلي، ما في عقد. والحمد لله يعني قعدت وياهم وطرحت الوضع انه خلاص وكذي، والفريق يبي له دماء جديده، دماء شابه، عسى الله يعني يوفق. فقلت يعني شايف الاوضاع، فقلت انا بجرب نفسي بالتجربه هذه، وان شاء الله يقدرني واكون عند حسن. وطلعت عن طريق النادي العربي. عن طريق النادي العربي، واذا بترجع له ان شاء الله. واكيد ابو محمد اني برجع لهم، خلينا نتكلم بكل صراحه. بالكويت اذا ما تلعب العربي او القادسيه فعادي يعني الوضع، يعني كنادي جماهيري ونادي كبير. شكل نسيت فريق الكويت وبطولاته، الكويت ما عنده شيء؟ لا محمد الكويت نادي كبير ونادي بطولات واخر السنين هو المستحق، بس انا كلمه كجمهور، الجمهور العربي انا الجمهور العربي للامانه ما شفته، والجمهور العربي ترى مو جمهور محلي يمكن ولا خليجي، يمكن حتى عربي. والله انا كلمت سامي الحشاش قال لي ابي اطلع، ووافقنا. ليش تبي تطلع من العربي يا طلال قبل العرض، عرض قطر؟ والله مبارك من الموسم اللي طاف انا ناوي اني احترف برا، والاضافه اني انا يعني من 50 اللي طافت سويت اعطيت اللي عندي حق النادي. حصلت عروض محليه؟ اي والله محمد كلموني كذا نادي محلي هني، بس انا من الموسم اللي طاف ناوي اني احترف برا. طلال الكثير من الجماهير يتساءل عن هالصوره، يعني يقولون شلون ابو عاشق موقع وقاعد يا ناس كبار وقاعد هالقعده هذه وهم واقفين، ركز. والله ما انا محمد كنا وقفنا ونعت في طاوله، عاد ايش قال لي عبد الرزاق ما اعرف، قال لي قاعد هني، عاد قعدت حركه يعني هم اللي طالبين. اي والله احنا كنا كتبوا باخر الطاوله كان يقول لي اقعد، بس بالعكس كلهم لهم احترام والتقدير. فريقكم الحين شلونه العربي خايف عليه؟ والله اكيد هذا بالروح ترى. نعم والله يا محمد بالروح، الله يوفقهم ان شاء الله. اتمنى يعني الجمهور كله يوقف خلف الفريق، لان كلهم في الوقت هذا بحاجتهم، كل واحد من العرباوي يحتاج وقفته الفريق. والله ذكرني قبل كان لك فلوس اعتقد على النادي العربي؟ ايه محمد خذيت؟ ايه الحمد لله خذيت. منو دفعهم؟ والله سيد جمال الكاظم. جزاك الله. طبعا احنا نصور اللقاء، واحد من المتابعين جزاه الله خير يا ابو عاشق، قرار اللاعب الخليجي اكيد انت مؤيد وبقوه، شو تقول لاعبين اخوانك؟ اكيد والله من كل قلبي، عسى الله يوفقكم، اتمنى من كل لاعب عرض يجي يتوكل على الله، ما يتردد بدون نقاش، بس باذن الله عسى الله يوفقكم كلكم. واقعنا مؤلم ها؟ ايه ماشي ذبحت، بتكلم عن الجمهور العربي، اتكلم قلت خله لاخر، تفضل. اول شيء يعني الامانه ما ادري شنو اقول، الجمهور وقف معاي بالحلوه والمره، وقفوا معاي ضد اي شيء يعرقل طلال نايف، اقول لهم انتم يعني حزام للامانه صدق، يعني عسى الله انا ما اقول عسى الله يفرحكم بطوله الدوري اللي اي عرباوي يتمناه، وباذن الله ان الله راح ييسرها لكم باذن الله. علي
مقصيد تاريخ، اكيد اللي حصل له لك تعليق عليه. اكيد يا محمد، يعني علي المقصيد ما حد ينكر، علي المقصيد له تاريخه وله وضعه واتمنى رجالات النادي تدخل يعني حق الموضوع. رجعت علي المقصيد، يعني انا عشت الوضع هذا وكنت ما كان يعني قدامي الا رجالات النادي. وان شاء الله ان شاء الله. عاشق كلمه اخيره. كلمه اخيره، اشكر مجلس اداره النادي العربي على ان تسهيل الامور، وبالاخص الاستاذ عبد العزيز عاشور سهل الامور الاحترام. ما قصر بيض الله وجهه. واشكر الجمهور العربي على راسي من فوق، اسال الله انه يفرحكم باللي تبونه ويرضيكم، واشكر اخوي مبارك الدوسي. تستاهل الله يحفظك. يلا قبل لا يمشي طلال مودعينه عيال اخوه عبد الله، هذا اخوه عبد الله جابر الفضلي لاعب النصر السابق، هذا العيال عبد الله ما شاء الله عليه، مو شياطين